شو أكبر صدمة بحياتك؟ اكبر صدمه اني صرت لاجئ. انا لليوم ماني متقبل الفكره. انا طول عمري كنت اتعاطف مع شعوب العالم اللي كانت تجي لعنا. بحرب لبنان ب 2006 كنت طفل، انا كنت ابكي عليهم لما اشوفهم عم ينقصفوا باسرائيل. كنت والله ابكي عليهم لدرجه صرت اشوفهم بالمنام. انا ماني متقبل اليوم انه نحن صار فينا هيك. 11 سنه وانا معي مرض نفسي، كل يوم بقعد براجع حالي. يا الله والله ما كنا هيك. كان عندي بيت، كان ابي عم يشتغل، كانت مدرستي، كنت اخلص جامعه، بدي اعمل هيك. ما عم تزبط معي بصراحه. يمكن الناس كلها تنسى الا انا. بما انك لحد الان مانك متقبل فكره اللجوء انك صرت لاجئ، فهيدي لحد الان ما تعتبر صدمه انت. صدمه ايه؟ ايش فيها؟ صدمه، لانه انا هلا كل ما افتح الاخبار او التلفزيون طفل سوري، لاجئ سوري مهاجر، تركوا الله وعبدونا. والله العظيم يا زلمه انا صرت احس شغله والله يا اخوان. انا عندي احساس كبير انه احنا الشعب السوري اللي احتلينا فلسطين، وممكن احنا اللي كنا احتلينا العراق، وممكن احنا اللي عملنا الحرب الاهليه بالبوسنه والهرسك، وممكن احنا اللي نكون انتدبنا على الوطن العربي.